ليه في مبرمج بياخد 5000 ومبرمج تاني بياخد 50000؟ السر مش في الكود. عمرك سألت نفسك قبل كده ليه في اتنين متخرجين من نفس الكلية وعارفين نفس لغة البرمجة بس واحد مرتبه 10 أضعاف التاني؟ طب دي بقى واسطة ولا حظ ولا إيه؟ الحقيقة اللي هتصدمك إن الفرق بينهم مش في عدد سطور الكود اللي بيكتبوها، الفرق في طريقة التفكير والتحليل. وأنا النهاردة جاي أقول لك إزاي تنقل نفسك من ليفل المبرمج العادي لليفل المبرمج البرو اللي الشركات بتجري وراه. المبرمج العادي عامل زي الروبوت، حافظ كام كود وبيرصهم، واول ما تقابله مشكله ما شافهاش قبل كده بيقف مكانه ويقعد يقول ما حدش علمني دي او ما قابلتنيش قبل كده. لكن المبرمج الشاطر ده عامل زي المفتش كرومبو، هو عارف ان قيمته الحقيقيه في قدرته على حل المشكله مش في حفظ الكود. يعني ايه بقى الكلام ده يا بيشو؟ يعني الشاطر هو اللي بيعرف يسال جوجل صح ويقرا الدوكيومنتيشن كويس وبيعرف يستخدم الاي اي عشان يسرع شغله مش عشان يفكر بداله. وهنا بقى هتقابلنا مشكله وهي الانجليزي. خلينا نكون صراحه، لو الانجليزي بتاعك ضعيف فانت شغال ب 10% من قدراتك. المبرمج الشاطر واللي فاهم عارف ان المحتوى العربي كويس جدا ومحترم، بس الكنز الحقيقي والحلول للمشاكل المعقده موجوده بالانجليزي. مش لازم تكون طليق في اللغه الانجليزيه، المهم انك تعرف تقرا وتفهم الحلول اللي موجوده في المصادر العالميه دي. وخليني اقول لك ان اللغه هي اللي بتفتح لك باب الشركات العالميه وتقبضك بالدولار. طيب يا بيشو، عرفنا ان الفرق ان المبرمج الشاطر بيعرف يفكر ويحل المشاكل ويدور على جوجل ويقرا الدوكيومنتيشنز ويفهم المشكله فين ويحلها، وعرفنا كمان ان الانجليزي مهم. هل في حاجه تانية هي اللي عامله الفرق الكبير ده؟ الحقيقه ان في حاجه مهمه جدا بتميز المبرمج الشاطر عن المبرمج العادي، وهي السوفت سكيلز. في مبرمج عبقري بس مش بيعرف يشرح فكرته للمدير او العميل، وفي مبرمج شاطر وبيشتغل على نفسه وعنده سوفت سكيلز تخليه يقدر يبيع شغله لاي حد. البرمجه يا جماعه مش وظيفه في اوضه ضلمه لوحدك، دي عمل جماعي. المبرمج اللي بياخد مرتب عالي هو اللي بيعرف يسمع المشكله بتاعت العميل ويحولها لحل تقني، وهو دايما اللي بيطور من نفسه وعمره ما بيقول انا خلاص اتعلمت كل حاجه. وخليكم فاكرين يا جماعه ان الكود اي حد يقدر يتعلمه، بس العقليه وطريقه التفكير هي اللي بتميزك. ارجوك اشتغل على اللغه بتاعتك وتعلم ازاي تعمل سيرش صح، وخليك مبرمج بيحل مشاكل مش بس بيكتب كلام. وفي النهايه حابب اسمع رايك في كومنت، هل تتفق معايا ولا هل في عوامل تانية ممكن تكون بتعمل الجاب الكبيره دي؟ اكتب لي رايك في كومنت، لايك شير سبسكرايب، واشوفك الفيديو الجاي.